يا مساء الفل. فوز مهم جدا جدا لمنتخب مصر في أولى تجاربه الودية في توقف مارس الدولي. التوقف الأخير قبل كأس العالم في شهر 6 إن شاء الله. مباراة أولى مع منتخب السعودية، وفي انتظار المباراة التانية أمام منتخب أسبانيا في برشلونة. آه، فوز عريض، فوز كبير جدا على منتخب قوي هو منتخب السعودي. يمكن اللي هو كعبه عالي علينا في آخر فترة، وكان محتاجين إن احنا نستعيد الثقة قدام فريق زي المنتخب السعودي أو المنتخبات العربية الآسيوية. ولكن ده مش المنتخب السعودي اللي احنا متعودين عليه. مستوى المنتخب السعودي فيه تدهور شديد الفترة اللي فاتت، وده شفناه من أول تصفيات كأس العالم اللي صعد فيها بصعوبة شديدة جدا في الملحق الآسيوي بفرق جون تقريبا. هجوم شديد داخل السعودية من الإعلام السعودي، من النقاد السعوديين لهيرفي رينار، وفي كلام كبير على إن هو يكمل أو ما يكملش بسبب إن مستوى المنتخب قلل بشكل كبير جدا على يمكن حتى كأس العالم 2022. وجايز يكون بنسبة كبيرة السبب في انحدار المستوى في المنتخب السعودي الاحتراف المبالغ فيه، نقلة الدوري السعودي والبراندنج الجديد للدوري السعودي ان هو يكون دوري من الدوريات العالمية، على غرار اللي بيحصل مثلا في الدوري الانجليزي، ان نلاقي الفرق الكبيرة تقريبا ما فيهاش لعيبة من البلد صاحبة الدوري. يعني ده كنا بنشوفه في انجلترا على طول يمكن. دلوقتي السعودية الفرق الكبيرة، الفرق اللي بتنافس على الدوري الأربعة الكبار، تقريبا عدد السعوديين اللي فيهم اللي بيلعبوا بشكل أساسي قليل جدا. فده انعكس في ان مستوى اللعيبه اكيد هيبدا يتاثر، وبالتالي مستوى المنتخب هيبدا يتاثر. فده مش المنتخب السعودي اللي احنا عارفينه عشان نقدر نقول ان هي التجربه كانت كبيره قوي. انا شايف ان هي كانت تجربه مهمه انك بتلعب السعوديه على ارضها. اكيد احسن ما كنا بنلعب فرق غير مصنفه، على الاقل ده فريق في كاس العالم. ولكن ما ينفعش ان نخدع قوي بالنتيجه الكبيره اللي كانت ممكن تبقى اكبر من كده كمان لو اللعيبه يعني كانت عايزه ده، او ما كانش فيه تغييرات كتيره، لان احنا كنا بنجرب اللعيبه برضو لاول مره تدخل. ولكن في الاخر هو فوز، فوز يحسب للمنتخب، فوز بشباك نظيفه خارج ارضك بعدد كبير من الاهداف من غير نجم المنتخب الاول محمد صلاح. كل دي مميزات. من اهم المميزات الروح. طبعا شفنا ان اللعيبه بتلعب بقلب، اللعيبه متحمسه، اللعيبه عايزه تثبت نفسها عشان تحجز مكان ليها في التشكيل النهائي او القائمه النهائيه لكاس العالم مع كابتن حسام حسن. شفنا تحولات، فعلا التحولات عندنا كويسه قوي، سريعه جدا. الانهاء بتاعها بعدد لمسات مش كبير. التكمله بتاعت لعيبه خط النص، التكمله بتاعت الاطراف في الهجمات، في الهجمات المرتده بتاعتنا، في اللعب التحولات بتاعنا اللي هو ده اللعب الوحيد بتاعنا، عشان ده هنرجع له بقى. التحولات 10 على 10. الالتزام الدفاعي من خط الدفاع 10 على 10. ممكن اقول ان السعوديه مش في احسن حالاتها، ولكن انا لو انا عندي اللعيبه مش مركزه او اللعيبه مش ملتزمه او اللعيبه مش بتغطي بشكل محترم، كان ممكن يبقى فيه خطورة عليا. فأنا ما ينفعش إن أنا أغفل إن دفاعيا خط الدفاع النهاردة كان مستواه هايل، وعلى رأسهم ياسر إبراهيم. حمدي كان كويس، محمد هاني كان كويس جدا، فتوح كان كويس جدا، ولكن أنا شايف أكتر واحد كان منور في الخط الخلفي هو ياسر إبراهيم. إحنا هنحكم تقريبا بالشوط الأول أو ببداية الشوط الثاني، لأن بعد كده مع التغييرات السعودية تقريبا كانت بره الماتش خلاص. فده كأداء خط الدفاع، وراهم مصطفى شوبير اللي انا شايف ان هو كان عنده ثبات كبير جدا جدا في الخروج في الكرات العرضيه، في الخروج في التغطيه ورا المدافعين، في الثرو باسز اللي في ظهر المدافعين، ان هو كان بيخلصها من قبل ما المهاجم يوصل لها. فالتايمنج بتاعه كان كويس جدا. بنى اللعب من ورا مع المدافعين كان كويس جدا. يمكن ما عدا كوره واحده هو استهتر فيها شويه. مصطفى من مميزاته الخروج بالكوره، وان كورته حلوه، وان هو لعيب كوره. ولكن ده ما يمنعش انك لازم ما تستهترش، ما تكبرهاش. يعني خليك العب دايما سهل. انت كونك جون بتعرف تلعب برجلك، ده مش معناه ان انت تقرر ان انت يعني تعمل مهارات. احنا مش عايزين مهارات، احنا عايزين خروج بالكوره مظبوط، باس قصير مظبوط، باس طويل مظبوط، انك تدي اوبشن للعيبه ان هي تعمل لك باس وتسند عليك لما بيكون عليهم ضغط عكسي من الفريق المنافس. ده المطلوب منك كحارس مرمى برجليك. انا مش طالب منك انك تستلم وتعدل من يمينك لشمالك وتطول منك، الكلام ده كله في منتهى الخطوره.
وكويس انه يحصل في مباراه وديه عشان نركز فيه ونتعلم من اخطائنا، وانا اظن ان مصطفى من اللعيبه اللي بتحاسب نفسها. آه، خط النص بصراحه يعني انا ما شفتوش، يعني بعيدا عن مروان عطيه في الاداء الدفاعي بتاعه. احنا طول الشوط الاول احنا لعبنا كله كان بيسكيب خط النص، احنا خط النص ده تقريبا مش موجود، من الدفاع للهجوم، من الدفاع للهجوم. آه، امام شبح امام اللي ما رجعش تاني من يوم ما سافرش مع الاهلي المباراه بتاعت تنزانيا. امام ما رجعش، فلازم يرجع، ومحدش هيرجع امام غير امام عاشور نفسه، سواء مع الاهلي سواء مع المنتخب. امام عاشور لازم يرجع. انت بالنسبه للمنتخب من اهم اللاعبين، ان ما كنتش اهم لاعب في المنتخب، فما ينفعش نشوف الشبح اللي احنا شايفينه. امام المفروض بامكانياته بقدراته بقدره وسط الفرقه هو يكون بيبصم على كل هجمه، مش ان تقريبا تنسى ان هو موجود في الملعب خلال الفتره اللي هو كان موجود فيها. اه ممكن عمل كوره او عمل اتنين، عمل كروس باس طولي، يعني ماشي، بس هو ده مش اللي انا مستنيه من امام عاشور، ان هو يكون لاعب بيشارك بعض الاوقات في الهجمه. تريزيجيه، تريزيجيه حاله صعبه بالنسبه لي، يعني تريزيجيه قدام الجون بقى شرس جدا، بقى هادر، ممكن يكون احسن هادر في مصر دلوقتي. قوته الانفجاريه وهو الاندفاع بتاعه داخل جوه ال 18 عشان يقابل الكرات العرضيه اللي جايه من الجانب الثاني هايله، وشفناها في الجون اللي جابه النهارده. فانا شايف تريزيجيه دي ميزه بصراحه بقت قويه جدا فيه، بس ما فيش غيرها. تريزيجيه اكتر واحد بيعطل الهجمه، اكتر واحد بيفقد الكوره، ملخبط خط النص. انت المفروض دورك في خط النص لازم تفهمه، انت بتبني لعب، انت بتعمل ضغط عكسي عشان تقطع الكوره وتبني لعب، تسند للمهاجم وللوينج وللباك اللي ناحيتك. لو انت بتلعب ناحيه الشمال انت بتكون الحل الثالث ليهم، انت راس المثلث بتاعهم عشان الهجمه تكمل، انت اللي تخترق جوه ال 18 لما تبقى الهجمه من الناحيه الثانيه. فدي الحاجه الوحيده اللي انت بتعملها، انت ما بتعملش حاجه تانية. فتريزيجيه في نص الملعب دي حاجه بتخسرنا نص الملعب، لان هو ما بقاش قادر ان هو يدور الكوره بحكمه. هو مجهود، بيعمل مجهود وبيموت نفسه، محدش يقدر ينكر مجهود تريزيجيه لغايه اخر نقطه عرق عنده، ولكن هل هو بيساعد في بنى اللعب؟ لا. احنا شفنا الثلاثه بتوع خط النص، محدش فيهم بيظهر او يكون حل للعيبه خط الدفاع الاثنين المساكين في بنى الهجمه. هو انا عشان ابني الهجمه انا المفروض اعمل ايه؟ ما هو انا هبدا الهجمه من تحت، حارس المرمى بيبدا مع الاثنين المساكين، واحد فيهم بيبقى فيه سلسله للعب، المفروض ان حد من خط النص بيسقط لهم في النص عشان يبداوا عليه الهجمه ويطلع على جنب من الجنبين، او لو الملعب فتح يلف ويروح بوشه في الملعب، او بتبدا على جنب من الجنبين ولازم برضو حد من خط النص يسقط لهم عشان يسند عليه. ايه دور امام عاشور وتريزيجيه النهارده في الحته دي؟ ايه دور مروان عطيه في الحته دي؟ بنى اللعب كان سيء، سيء بكل ما تحمل الكلمه من معنى، في مباراه بلاعب فريق في اسوأ حالاته. فيعني انا اذا كنت مش هجرب بنى اللعب النهارده هجربه امتى؟ هجربه مع اسبانيا؟ مش هيديك نفس اصلا انك تجرب حاجه. احنا النهارده بنى اللعب بتاعنا كان عباره عن باس 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 بين الاثنين المدافعين وحارس المرمى، وبعد كده باس طولي. خلاص احنا ما بنعملش غيرها، احنا ما بنعملش غيرها اصلا بقالنا 3 سنين، بس احنا النهارده ما عملناش غيرها، ما طلعناش من النص. طلعنا من النص امتى؟ لما مهند نزل جنب مروان عطيه، فبقى في اوبشنز بتتفتح، مهند كان بيديها للخط الدفاع بتاعه عشان الهجمه تبدا، ويمكن لما حمدي طلع شويه في خط النص بعد كده. لكن احنا في اكتر من 60 دقيقه في المباراه احنا بنلعب طويل، اه طويل عكسي في المساحات الفاضيه، بس هو انت دايما هيبقى حد ضاغط عليك. طب افرض الفرقه التانيه نامت ورا، انت بقى عاجز بقى خلاص، مفيش جمله عايز تعملها. فلا، هو مش هو يعني الماتشات الوديه اصلا معموله عشان اجرب، ما انا ما بجربش، انا ما عنديش جمله جربتها غير الجمله اللي احنا حافظينها، اللي هي كان من اول ما رامي ربيعه هو اللي كان بيعملها، انه بيدوس بالكوره وبيلعب الطويله على الوينج ليفت لو هو من اليمين. محمد عبد المنعم كان بيعملها من الشمال على الوينج رايت. هو ده اللي احنا بنعمله، احنا ما بنعملش جمل، مفيش خروج بالكوره طبيعي، تسلسل لخروج بالكوره من ورا. اه الجزء الامامي التصرفات فيه النهارده كانت كويسه، معظمها. يمكن زيزو النهارده عمل مجهود كويس قوي لما لعب في مكانه اللي هو الطبيعي اللي هو على الوينج رايت.
ولكن ما زالت زيزو عنده مشكله في اتخاذ القرارات. زيزو لازم يجري مسافه معينه والا ما ينفعش الباص يطلع. لو الباص طلع في الوقت المناسب زيزو هيبقى شكله مختلف تماما. احنا شفنا زيزو النهارده منتج. زيزو عامل الجون الاولاني قاطع الكوره كويس قوي، عامل الباس، بس بعد ما جري بالكوره 3 4 خطوات خلى الباصه بتاعت اسلام عيسى هو لازم يرقص الجون، هو ما عندوش اوبشن تاني غير ان هو يرقص الجون، لان انت اتاخرت في خروج الباس منك. انتهت بجون، بس احنا خلاص احنا كسبنا، فاحنا محتاجين نشوف ايه الافضل اللي كان ممكن نعمله. الباصه لو كانت طلعت بدري شويه كان اسلام عيسى هيبقى عنده فرصه ان هو يا يشوط يا يستنى بقى ويرقص ويعمل، انما هو لما جات له في رجله هو ما عندوش حل تاني غير كده. والجون كان طيب الله يكرمه، نزل فارش خلاص. ال بعد كده زيزو ريح الكرة لمحمد هاني كويس قوي قوي، اتحرك كويس جدا وهدي على الكوره وريحها لمحمد هاني، كان تصرف مثالي. الهدف الثالث التشيب، طبعا هو كان قرار جميل جدا منه، بس هو لولا ان عمر مرموش خبط مع المدافع كان هيلحقها عادي يعني. ما قبليها بقى في كوره زيزو جات له من على الجنب اليمين من امام عاشور، وامام فتح له في الهاف سبيس بين الباك ليفت والمساك، وزيزو طلع على بره، وبعد كده لف على جوه وواجه امام، فالمفروض يلعبها لامام، وامام هيروح تقريبا انفراد او يعمل كرة بالعرض على خط الجون اللي مرموش. راح مدور وشه تاني وقرر يشوف حل تاني. ليه يعني ليه عندك مشكله انك تاخد الحل اللي بيقابلك؟ يعني الموضوع اسهل من كده. يعني هو لو زيزو سهلها على نفسه بس، يعني خطوتين ثلاثه بدري الدنيا هتكون مختلفه جدا معاه. وبعدين خصوصا انت النهارده بتلعب في مكانك، ودي حاجه انت يعني زيزو مظلوم فيها. هو تقريبا يا بيلعب تحت راس الحربه، يا بيلعب 8، يا بيلعب ناحيه الشمال، وهو زيزو اكبر مكان بيؤدي فيه بشكل مميز هو ناحيه الجنب اليمين. فهو زيزو بس حته القرارات، قرارات متاخره كتير قوي. تريزيجيه شفناه في كوره بيرجع بالكوره مكمل جري 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 في اتجاه مصطفى شوبير، اللي هي الكوره اللي انتهت في الاخر لان مصطفى غلط. يا جماعه ما تلعبوا كوره سهله، يا كابتن حسام ما تهدي اللعيبه. ما هي الروح ساعات الدنيا بتفلت، اللعيبه تهدى وتلعب كوره. هل انتوا بتتمرنوا على انكم تعملوا جمل؟ مفيش. اسلام عيسى الراجل كتر خيره جاب جون وكل حاجه، بس يعني ما حسيتش بيه غير الجون. عمر مرموش عمل مجهود وبيتحرك كويس قوي، بس عمر مرموش ممكن يبقى سكند سترايكر، وايد ناين، وينج ليفت، انما لون سترايكر مهاجم وحيد دي مش اهم مميزاته. هو متحرك، ممكن هستخدمه بقى لو هفضي عشان الناس اللي جايه من ورا، بس يعني الاستخدام الافضل ليه ان هو يكون ناحيه الشمال، لو في خطه زي اللي كنا بنلعب بيها النهارده، مش بنلعب باتنين وايد ناين زي ما هو بيلعب هو ومحمد صلاح جنب بعض. لما هيبقى لوحده هنخسر كتير قوي من مجهوده، لان مرموش من اللعيبه اللي لازم تيجي بوشها. ما ينفعش تحطه دايما ان هو واقف وبيستلم بظهره، مش هستفيد منه بشكل كبير جدا. آه، جبنا 3 اهداف في الشوط الاولاني، 3 اهداف شكلهم حلو، فيهم كوره، ولكن زي ما قلنا تحولات. بدأنا الشوط الثاني، بدأت التغييرات، وبدأت التغييرة اللي كلنا كنا مستنيينها، ان فرصة كان ان هيثم حسن يلعب اكبر وقت ممكن في التوقف الدولي ده، لانه اول مرة يتعرف على اللعيبة، فكل ما كان اخد وقت اكبر كل ما كان احسن. ولكن تمام، نزل هيثم حسن، شفنا كواليتي لعيب. الكواليتي اللي احنا بنتكلم فيه ان هو مبدئيا لعيب البيزكس بتاعت الكوره عنده بشكل طبيعي، بتاعت الاستلام والتسليم والتحركات وفهم المركز، دي كلها حاجات هي المفروض ان هي طبيعيه، بس احنا بالنسبه لنا احنا بننبهر بيها قوي. بس شفنا لعيب مبشر جدا جدا جدا. لما يندمج بشكل اكبر هنشوف منه كوره كويسه، مثل خطوره، عمل لينك اب بلاي مع كل الناس، يعني مع خط النص، مع محمد هاني، مع المهاجمين. فشفنا يعني شكل مختلف بعد نزوله، ان هو لعيب بيديك نوعيه اخرى انت محتاجها. لما دخل زيزو في نص الملعب تقريبا فقد 60 70% من القوه والاداء اللي شفناه منه في الشوط الاولاني. ولكن زي ما بنقول هي تجربه، فلازم هنجرب فيها اللعيبه، هندخل اللعيبه بشكل متتالي عشان نشوف الاداء بتاعهم. عجبني جدا محمود صابر لما نزل، يعني يمكن خط النص لما بقى فيه محمود صابر ومهند لاشين ومروان عطية، انا بقيت شايف ان هو فيه انسيابية اكتر.
يعني عادي جدا ان انا مش لازم يكون البروفايل بتاعهم ان هم اللعيبه اللي كلهم اتاكرز، اللي هم كلهم هيضغطوا على 18 الفريق التاني. انا عايز العب كوره، انا عايز اطلع بالكوره، انا عايز اسيطر على نص الملعب، انا عايز امسك الكوره وتبقى الكوره معايا سهله وسلسه وشكلها حلو. فمهند جنب مروان قصادهم محمود اللي متحرك جدا، اللي عنده حل الشوط، اللي بيسند دايما مع الوينجات بشكل كويس جدا. انا شايف ان هو بصراحه لعيب من اللعيبه يعني اللي ممكن مش واخد حقها بشكل كبير. ابراهيم عادل الحمد لله على السلامه، الفورمه الجديده احلى بكتير من الفورمه اللي شفناها في كاس الامم. فورمه الخليج مختلفه برضه يا ابراهيم. فانا شايف ابراهيم بدنيا احسن بكتير. يمكن كورته النهارده مش افضل حاجه لابراهيم، ولكن لا بدنيا في اختلاف شديد جدا. بس انا حزين قوي على مصطفى محمد. يعني انا حاسس ان احنا بنتعامل مع شبح مصطفى محمد، ده مش مصطفى محمد. قراراته، احساسه بالمكان، في كوره هيثم حسن مستنيه يطلع من الاوفسايد، اللي هو هيبوس رجله ويبوس ايدك اطلع من الاوفسايد عشان العبها لك، وفي الاخر لعبها له وهو اوفسايد. كرة اتلعبت له باس برضو من هيثم حسن، شاط الهوا ولفت وطلعت طلع بيها بره ال 18. مصطفى، آه، مرحلة نان دي لازم تنتهي بأي شكل من الأشكال. لازم تشوف فريق يناسبك، فريق يوثق فيك. لأن لو أنت الفريق بتاعك مش واثق فيك، والمدرب المنتخب مش واثق فيك، ونفسيا بقيت بالشكل اللي احنا شايفينه وفي انعدام ثقة رهيب، يعني ده مش مصطفى. في الاخر احنا اللي بنتكلم فيه المحصله النهائيه ان ده مش مصطفى اللي احنا نعرفه. فمصطفى لازم واقفه مع نفسه، لان الناس ساندتك كتير ووقفت ضد كابتن حسام كتير، بس انت ما بتساعدوش او ما بتساعدش الناس ان هي تكمل في مساندتها ليك، لان اداء مصطفى محتاج وقفه، وثقه مصطفى محتاجه وقفه. فدي حاجه مهمه جدا. الحدث السعيد بالنسبه لي النهارده رجوع محمد عبد المنعم، الحمد لله على السلامة. يعني ان الواحد يشوفه في الملعب دي حاجة تشرح القلب، يعني بجد. غيابه أثر فينا كلنا. الواحد كان حزين عليه من فكرة ان لعيب زيه يصاب إصابة تقريبا مع عداه سنة، وخصوصا ان هو أهم لاعب في المنظومة الدفاعية في المنتخب. ومفيش جدال، يعني دي حاجة غير قابلة للنقاش ان محمد عبد المنعم هو المدافع الأفضل في مصر، سواء دفاعيا سواء في هجوميا سواء في بنى الهجمه، هو المدافع الافضل في مصر. ورجوعه دي حاجه تثلج الصدر، واتمنى ان هو يعني واحده واحده يجيب مستواه في الشهرين دول، لان احنا محتاجينه بشكل كبير جدا. ان هو يكون مع ياسر، ان هو يكون مع حسام عبد المجيد يعني اتمنى بقى ان نلعب المدافعين في مكان المدافعين. يعني حمدي فتحي الله يكرمه، يعني الراجل بيعمل كل اللي يقدر عليه، بس هو في الاخر مش مدافع. انا عندي مدافعين، انا محتاج مدافعين، انا هلعب في كاس العالم، انا محتاج مدافعين بامكانيات بدنيه معينه، باطوال معينه، بوظائف معينه. مش يعني قصه حمدي دي بقى محتاجين، يعني كفايه بقى. نزل كوكا ناحيه الشمال، ما شفناش منه حاجه. طارق علاء، آه بدايه كويسه ليه ان هو يدخل مع المنتخب، نشوف وجوه جديده في المكان اللي احنا عندنا فيه نقص رهيب ده. لو شفنا طارق علاء واثبت نفسه كويس، في محمد ابراهيم في الزمالك برضو ممكن لو كنا نحب ان احنا نشوفه ياخد فرصه، لان احنا في اماكن عندنا فيها نقص غير طبيعي. في الاخر مباراه وديه، المفروض ان انا استفيد بيها باكبر شكل ممكن. انا شايف انا استفدت من النتيجه، استفدت من الروح المعنويه، استفدت من ان انا لعبت من غير صلاح وشفت الاداء ده من المنتخب. ولكن انا ما استفدتش من المباراه دي تكتيكيا. ما شفتش جمل، ما شفتش خروج بالكرة بشكل كويس، ما شفتش سيطرة على نص الملعب. هجماتنا دايما سريعة ومركزة، انما ان انا الكرة تقعد في رجلي دقيقة دقيقتين ده ما بيحصلش. يعني احنا ما بنقدرش نحافظ على الكوره ونلعب باريحيه. اول ما الكوره بتطول في رجل اللعيبه، كواليتي الباس حتى وحش، ظهور اللعيبه لبعض مش حلو. فده اللي كابتن حسام محتاج يشتغل عليه. انا مش دايما هبقى بجري، انا في اوقات لازم اقف. ولو وقفت وانا مش عارف ان انا ازاي ادور الكوره وازاي افتح الملعب وازاي يعني اكسب وقت، انا دي هتبقى مشكله كبيره في ليفل عالي وتيمبو عالي في كاس العالم. لعيبتنا فيهم لعيبه كتير اعمارهم السنيه 29 30 31 32. فالهاي بريس والضغط العالي اللي الكابتن حسام بيعمله ده هيخلينا اي مدرب فاهم هيقابلنا
هيسيبك تعمل الشويه دول اول ربع ساعه تلت ساعه، وهيبقى عارف ان انت مخزونك البدني هينهار. وانا ما عنديش 11 تبديله في كاس العالم، هم 5 عادي. فانا لازم اكون فاهم ده. الناس اللي هي كابتن حسام بيثق فيها، اللعيبه اللي كابتن حسام بيثق فيها وبيحبها، على راسنا، ولعيبه ادت كتير قوي. بس في اوقات لازم ابدا ابص للمستقبل، لازم ابدا اشوف انا عندي مين يقدر يريبليس او يعني يدخل مكان اللعيبه دي بالدور، عشان ما اجيش فجاه الاقي نفسي انا بفور منتخب كامل. في اماكن خلاص هي بانت انا لازم ادخل لعيبه تانية فيها. فيا ريت يا ريت نشوف في ماتش اسبانيا اللي هيكون اختبار حقيقي بقى قصاد فريق هو اعلى منك، اعلى حتى من منتخبات افريقيا اللي قابلناها في كاس الامم وكنا بندافع قصادها. هنشوف هنعمل ايه مع منتخب بيلعب كوره، منتخب سريع، التمركزات بتاعتنا هتبقى شكلها عامل ازاي. ف وفي الاخر برضه هي مباراه وديه ايا كانت نتيجتها، ايا كان اللي هيحصل فيها. انا اتمنى من كابتن حسام ما يخافش من فكره النتائج، ان هو اهم حاجه النتيجه عشان ما حدش يقول له حاجه، النتيجه عشان ما حدش يقول له انت ممكن تمشي، انت مكمل معانا يا كابتن حسام خلاص، جرب بقى، فرصه، فرصه لو سمحت، فرصه جرب. ويعني حاجه صغيره بس، في لعيبه يا كابتن حسام معاهم باسبور مصري، والله لو بصيت لهم ممكن يدوا لك حلول. ناصر ماهر ممكن يدي لك حلول، زلاكا ممكن يدي لك حلول، يعني في لعيبه كتير ممكن تدي لك حلول. فلو سمحت، محمود مرعي، محمود مرعي والله العظيم احسن مدافع في الدوري المصري السنه دي. استبعدت محمد اسماعيل، برضه مش مفهوم انت استبعدته ليه، واخد خالد صبحي. تمام، انت خلاص انت في لعيبه معينه انت مقتنع بيها وبتحبها، بس حتى ما تلعبهاش. ما هو انا بقى ده اللي ما بفهموش، لو انا هحارب على لعيب محدش شايفه كويس غيري ما بلعبوش ليه طيب؟ يعني ما هو مش منطقي. فلو سمحت، لو سمحت، احنا خلاص ده اخر توقف، وده الماتش الجاي ده اخر ماتش قبل الاعلان القائمه المبدئيه في شهر 6 بقى. لو سمحت بص لكل اللعيبه، ويا ريت المشاركه تكون هي العامل اللي انت بتختار بيه. المشاركه هي العامل اللي بتختار بيه في كل المراكز. انا عندي مشكله في مصر ان انا عندي اكبر فرقتين في الدوري المصري، اهلي وزمالك، مركز حراسه المرمى بالتبادل، ودي كارثه، دي كارثه من الانديه ملبسينك فيها. بس برضو في الاخر انا لو انا واحد، انا بتكلم بمنتهى الامانه، الثلاث حراس بتوع الزمالك ما حدش فيهم يستحق مكان اساسي في المنتخب لاسباب مختلفه. اول ما بيشاركش، المهدي كبر وانا محتاج ان انا ابص للمستقبل. صبحي، القصه مش فنيات بس، قصه التزام وتركيز، 90 دقيقه جوه الملعب وبره الملعب. فالثلاثه انا شايف ان حاليا مستواهم لا يصلح ان هم ينضموا للمنتخب. محمد الشناوي ادى كتير للمنتخب، لو هتضمه يكون واضح وصريح الموضوع ان هو نمره 4، ايا كان الثلاثه التانيين اللي موجودين، ان هو ما يلعبش. اهلاويه قبل الزملكاويه شايفين ان محمد الشناوي فترته انتهت، انا ممكن اخده كقائد للمنتخب عشان يلم، عشان يسند الحراس اللي موجودين. عندي مصطفى شوبير، عندي احمد الشناوي، عندي محمد علاء، انا شايف ان هم اختيارات منطقيه واللي المفروض ان هم يكونوا موجودين، ويكون معاهم محمد الشناوي من باب ان هو قائد للمنتخب، ولكن هو غير منافس على المشاركه لان هو اقل. محمد علاء حارس للمستقبل مش للمشاركه، لان برضه نوعيه المباريات اللي حارس المرمى بيلعب فيها اللي بتديله خبرات مهمه جدا. يعني انا مش هينفع اقيم محمد علاء على الدوري المصري فقط ويكون قصاده لعيبه تانية بتلعب افريقيا، بتلعب كاس عالم انديه، بتلعب انتركونتيننتال، بتلعب منتخبات من وهم صغيرين. اه هو حارس مبشر جدا جدا جدا، واتمنى انتقاله لحد من الفرق المقدمه عشان يبدا يحتك احتكاك اكبر. ولكن زي ما بقول، كوره هي المنافسه بين مصطفى شوبير واحمد الشناوي، مش اي حد تاني. وهنقيس على ده بقى في حاجات تانية كتير. فوز مهم، مبروك للمنتخب، نتيجه عريضه في التوقيت زي ده هناك، وان شاء الله نحافظ على الشكل ده على الاقل قصاد اسبانيا في المباراه اللي جايه. ايا كانت النتيجه احنا عايزين نشوف كوره. السلام عليكم.